السلام عليكم. في فيديو اليوم إن شاء الله غنحضر معكم عسل منزلي كأنه طبيعي تماما. فعلا ما غتفرقوش بينه وبين العسل الأصلي، بمكونات قليلة وبطريقة جديدة ومغايرة. وغنشارك معكم المدة الزمنية الصحيحة لإعداد العسل المنزلي باش ما يخسرش ليكم، وغنعطيكم معلومات ممكن أول مرة غادي تعرفوها. وراني حضرت 3 ديال الفيديوهات غادي نشاركهم معكم. 3 ديال الفيديوهات لتحضير العسل المنزلي ب3 ديال الطرق و3 نكهات مختلفة. فبقاو معايا لنهاية الفيديو ونبداو بالفيديو الأول والطريقة الأولى. غادي نحتاجو السكر. انا هنايا غادي نستعمل سنيده، عندي كيلو ديال سنيده. ممكن تستعملوا القطع ديال السكر اولا تستعملوا القالب ديال السكر، انا هنا غادي نكتفي بسنيده. غادي نحتاج كذلك الجوج معالق كبار ديال الحامض. في المرحله الاولى غادي ندير جوج ديال الكيسان ديال السنيده، غادي نضيف عليهم جوج الكيسان ديال الماء، نفس الكاس باش عبرت السنيده باش غادي نعبر الماء. وغادي نضيف كذلك معلقه كبيره ديال الحامض. انا هنايا راني ضفت الحامض ولكن ما تصورش ليا، راني ضفت ملعقه ديال الحامض مي ما تصورتش. غادي نخليو هاد الماء هذا حتى تبدا تطلع فيه الغليه. هنايا راه تطلع فيه الغليه. انا هنايا راه النار مجهداها دايرها على اعلى درجه. من بعد ما تتشكل لينا واحد الرغوه اولا الكشكوشه كما تنقولوا الكشكوشه بالدارجه، فغادي نقص على البوطه. هنا راه تشكلت لي ديك الرغوه اللي قلت لكم عليها. فغادي نقص البوطه، غادي نخليها على نار متوسطه واحد 10 دقائق هكاك حتى تيبدا يتغير اللون ديال العسل. كما تشوفوا معايا في الفيديو هنا راه بدا تتغير اللون ديالو، هنا راه دازت واحد 10 دقائق. فغادي نقص على البوطه، غادي نخليها اقل درجه، وغادي نضيف كاس ديال الماء طايب. ضروري خصو يكون الماء طايب، نفس الكاس باش عبرنا في الاول هو اللي غادي نضيف دابا. وغادي نضيف كذلك كاس ديال سكر سنيده، يعني ديك السنيده ديالي داك الكيلو ديال السنيده اللي استعملت قسمته على جوج. المرحله الاولى درت جوج كيسان سنيده في جوج كيسان الماء، وهذه المرحله الثانيه غادي نضيف كاس ديال الماء سخون مع كاس ديال سنيده. وغادي نضيف كذلك المعلقه الثانيه ديال الحامض. غادي نجهد البوطه، غنخلي حتى تطلع مره اخرى واحد الكشكوشه، يعني هاد المرحله هادي تتاخد واحد جوج حتى 3 دقائق. غادي نقص عليها، غادي نخليها على نار متوسطه، وغادي نخليه يكمل الطياب ديالو حتى ياخد ما بين ربع ساعه حتى ل20 دقيقه. من بعد ما تدوز 20 دقيقه على نار متوسطه، غادي نقص على البوطه لأقل درجه، وغادي نضيف 3 ديال المعالق كبار ديال العسل الطبيعي، وغادي نخليهم يدمجوا مع العسل اللي وجدت ما بين 3 حتى ل5 دقائق على نار متوسطه. وإلا لاحظتوا في الفيديو راه دائما تنقول لكم النار خاصها تكون متوسطه او لا عاليه او لا قليله. هاد لي طيطاي هادي راه مهمه بزاف في تحضير العسل. في الاول منين قبل ما تطلع الكشكوشه اولا قبل ما تطلع الرغوه تتكون النار عاليه، راه غير تطلع لكم ديك الرغوه تنقصوا على البوطه، تنخليوه يطيب اولا تنخليو العسل ديالنا يطيب على درجه متوسطه. ومني تنبغيو نضيفوا اي حاجه، سواء كنتو غادي تضيفوا ماء زهر ولا غادي تضيفوا اي حاجه، خاصكم تنقصوا البوطه لاقل درجه باش ما تحرقوش. وطبعا هذا الكلام هذا راه للمبتدئات، لحقاش الا جيتو تضيفوا شي حاجه والعسل باقي سخون اولا البوطه مجهده راه يقدر يطير عليكم ويحرقكم. وحاجه اخرى بالنسبه للمده الزمنيه ديال طهي العسل، راه ما تنفوتوش ليه 40 دقيقه، راه ما بين نص ساعه حتى 40 دقيقه. الا فوتو فيه الطياب غادي تحرق لكم السكر، والعسل ديالكم ما غاديش يجيكم زوين وما غاديش ينفعكم لا المعسلات. ومسألة تانية بغيت نوضحها لكم بالنسبة للقوام ديال العسل، راه ماشي خصو يكون ثقيل من الاول، يعني غتطفيو عليه البوطه خصو يكون ثقيل، لا، راه تيكون بهذا الشكل هذا كما تشوفوا معايا في الفيديو، تيكون بحال هكا مازال سائل. راه من بعد ما تيبرد راه تيولي عاقد. فهو كما قلت لكم غادي نعاودها ما فيها باس، راه ما تتفوتوش فيه 40 دقيقة. هذا هو الشكل ديالو. هنا تقريبا راه دازت واحد اليومين على العسل.
تيولي بهذا الشكل هذا، تيولي عاقد وتيولي ثقيل بحال هكذا كما كتشوفوا معايا. وحاجة أخرى باش ما ننساهاش، راه إلا كنتو غادي تستعملوا القالب ديال السكر أولا غادي تستعملوا القطع ديال السكر، ملي تضيفوا عليهم الماء ما تشعلوا عليهم البوطة حتى تيذوبوا، خليهم يذوبوا عاد ديك الساعة تشعلوا عليهم العافية. وهاد العسل هذا اللي شاركت معكم في هاد الحلقة هادي اولا في هاد الفيديو هذا، فعلا البنات صدقوني راه ما تفرقوش بينه وبين الاصلي نهائيا، ما كاين حتى شي فرق. عرفتو راه اللي ذاقوا عندي تيسحابوا راه عسل طبيعي، تينفع المعسلات بجميع انواعها، وكذلك تنفع للاكل. غير هو يعني الا بغيتو تستعملوه للاكل راه غير شويه، راه حقاش راكم شفتوا راه كله تقريبا سكر، يعني راه اكيد غادي يكون ماشي صحي. وبالنسبه كذلك للمعسلات، راه ملي تنبغيو نستعملوا العسل راه تندفيوه واحد شويه في حمام مريم. انا ان شاء الله راه غادي ندير معكم فيديوهات ومعسلات بالعسل اللي صوبت، وغادي نوريكم كي ديروا تستعملوه. وبما أن شهر رمضان راه قرب، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة، راه ممكن السيدات اللي قاعدين في الديور راه ممكن ديروه كمشروع. راكم شفتوا معايا ما تيحتاجش راس مال كبير، ما تيحتاجش الوقت بزاف ولا مجهود كتير. والمكونات اللي فيه راه متوفرة تقريبا في كل بيت. غير هو واحد النقطة أو واحد المسألة أنا حابة نوضحها باش ما تبقاش على دمتي وما تبقاش في تقليدي. ما تنغشوش عباد الله، تنقول لهم باللي هذا راه عسل منزلي، لحقاش فعلا الناس اللي ما تيفرقوش في العسل اولا اللي ما تعرفوش بزاف في العسل راه ما غاديش يفرقوا بينه وبين الاصلي. وهانتوما غادي تجربوه ان شاء الله وغادي تشوفوا وغادي تردوا عليا الخبر. غير هو ما نغش انا ليس منا، فانا المساله هذه بغيت نقولها لكم. وحاجه اخرى، راه بالنسبة للعسل اللي غادي أولا الفيديوهات الثانية اللي درت معاكم راه حتى هي فيديوهات زوينة بزاف. والطريقة باش صوبت العسل راه طريقة غادي تعجبكم بواحد النكهات مختلفة وبطرق مختلفة تماما على اللي تتعرفوا. هذا ما يخص الفيديو ديال اليوم. نتمنى هاد الطريقة تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، فعلا رائعة. المعسلات بهاد العسل هذا تتجي خطيرة، تتجي واعرة. وكذلك راه ممكن تستعملوه حتى في الاكل، سواء بغرير رغايف مسمن او فاش ما بغيتو. غير هو ما تنكتروش منه بزاف لحقاش كما شفتوا راه كله سكر، يعني راه ماشي صحي. إلا نسيت شي حاجة في هذا الفيديو راه غادي نحاول نذكرها لكم في الفيديوهات المقبلة. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.